يا اصحابي رايكم؟ انا جعان قوي. انا عايزه اكل اي حاجه النهارده. اعمل ايه عشان اكل؟ وبعدين من ساعه المعاهده بتاعت الاسد دي وانا مش عارفه اعمل ايه. عندك حق. طب وبعدين؟ احنا بقينا نروح نصطاد بالغابات البعيدة وما نقدرش نصطاد حاجة من الحيوانات اللي هنا. وحتى لو هنا هناكل ايه؟ هناكل الارانب الصغننة عشان هو مش هيحس بيها. لكن هنعمل ايه بقى؟ كل يوم نروح الغابات البعيدة؟ لا، انا لازم اكل حاجة النهاردة، انا جعان قوي. انا عندي الحل. انا عارف الكهف بتاع الجبل ده، هم بقى طعمهم يجنن ومليانين لحم وهيكفونا كلنا وهيشبعونا كمان. وبعدين هو يعرف ما يعرفش احنا لازم ناكل. يا ترى هو الكهف ده بعيد؟ انا عارفه، ما تقلقوش، مش بعيد من هنا ولا حاجة. بابا انا جعان وعايز اكل، انا ما اكلتش من امبارح. وانا كمان جعان. خلاص يا حبايبي، انا هروح اشوف لكم اكل دلوقتي حالا. الله، دي غزاله اهي. العيال جعانه قوي. الله، انت مالك ومالي؟ ابعد عني، ما تجيش جنبي خالص. انا عايزه اروح لماما. يا ماما الحقيني، يا ماما، يا ماما الحقيني، يا ماما. يلا يا ولاد، كلوا الاكل الحلو ده. ده لحم غزال، ده طعمه حلو قوي يا ولاد. يم 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 يم. طعمه حلو قوي، ده لذيذ. شكرا يا بابا على الاكل الجميل ده. بابا ممكن نخرج نلعب في الغابة شوية بعد الأكلة الجميلة دي؟ لا، مش هينفع تخرجوا من الكهف، الزعالب والطباع مليين الغابة. انتوا عايزين ياكلوكوا؟ يا بابا ما تخافش، احنا هنلعب مع أردون وكمان سيمبا هيبقى معانا. لا، يفضل ما تخرجوش. صعب قوي ان احنا نخرج والغابة مش امان. يا بابا مش الاسد سيمبا عمل اتفاق مع ومعاهدة مع الضباع والذئاب ان هما ما ياكلوش حد من حيوانات الغابة؟ الذئاب ما بتحترمش كلامها وبياكلوا حيوانات الغابة، واكيد هيجي ياكلوكوا. من فضلكوا اسمعوا كلام. الله، الجو جميل قوي. الله، احنا خرجنا واتفسحنا. الله، الغابة حلوة قوي. الله، ما فيش حاجة اهو. امال بابا كان خايف من ايه؟ مش كان في ميعاد النهارده مع الرود وكمان سيمبا؟ هما ليه ما جوش لحد دلوقتي؟ يا ده اتأخروا قوي. مش مشكلة بقى، نلعب احنا لوحدينا وبكرة كمان هما اللي يجوا بقى ونلعب معاهم. وفعلا قعدت تتنطط الدببة تلعب طول النهار. وفجأة سمعوا صوت حاجة مخيفة. بص يا صاحبي، انت شايف اللي انا شايفه ده؟ الله، ده احنا هنتعشى عشوة حلوة قوي النهاردة. حلوين قوي الدباديب دي، احنا هناكلهم كلهم. الله، انتوا عايزين تاكلونا ولا ايه؟ احنا لسه صغيرين ومش هنشبعكم. سيبونا نروح من فضلكم، سيبونا نروح. انتوا عايزين تاكلونا ليه؟ صيدة هايلة قوي، واكيد هيبقى طعمكم جميل، وهنقعد ناكل فيكوا طول الليل وهنشبع جامد قوي وهنبقى في منتهى السعادة. طيب انا موافق انك انت تاكلنا، بس سيب اخونا الصغير يروح علشان هو لسه نونو وما بيعرفش اي حاجة. يلا سيبوه يروح. طيب ماشي، هسيبه اروح وبكرة برضه هاكله. بيني وبينكوا اصله صغنن قوي ومش هيشبعنا خالص. انا مش هروح واسيب اخواتي، انا مش هروح واسيب اخواتي، مش هروح. سيبوا اخواتي، سيبوهم، ما تاكلوهمش. انتوا وحشين، انتوا وحشين، سيبوا اخواتي. روح بسرعة يا دبدوب وروح انده بابا. يلا عشان يتصرف يا دبدوب بسرعة قبل ما ياكلونا. يا بابا يا بابا، الحق اخواتي يا بابا. يا بابا الذئاب جت بعد ما كنا بنلعب انا وهم في الغاب وكنا فرحانين وسعدة. الذئاب جت خطفتهم وعايزة تاكلهم. يا بابا الحقنا. ايه يا دبدوب اللي حصل؟ ليه كده؟ ايه اللي حصل عشان الذئاب تخطفهم؟ معقولة؟ طب ده احنا لازم ننده سيمبا علشان هو اسد الغابة وهو كان عامل معاهدة مع الذئاب ان محدش منهم ما ياكلوش حيوانات الغابة. طب يلا بسرعة يا بابا، يلا بسرعة عشان ياكلوا اخواتي.
بص يا بابا، بص اخواتي محبوسين ازاي، بص هما ورا القفص دول ازاي. الحقهم يا بابا الحقهم، يا اسد سيمبا يا اسد سيمبا يا اسد سيمبا، الحقنا يا اسد سيمبا. يلا خد دبدوب من هنا وابعد من هنا خالص، علشان انا هعلمهم درس ان هم ما يدروش حد من الحيوانات ولا ياكلوا حاجه من الحيوانات زي المعاهده اللي احنا قلنا عليها. ايه ده اللي انتوا عاملينه في الحيوانات؟ انتوا حبستوهم وهتاكلوهم؟ احنا مش بينا معاهده ان محدش ياكل حاجه من حيوانات الغابه؟ سيمبا فهمنا، احنا كنا جعانين قوي وبقالنا يومين مش لاقيين اكل، وكل ما نروح الغابات البعيده يطردونا منها. كنا هنعمل ايه؟ كنا هنموت من الجوع. بس قبل كده انتوا هتاخدوا درس تاني بس هيكون جامد قوي، وهتطردوا من الغابه دي برضه. خلاص بقى سيبنا، مش هنقرب من الحيوانات، خلاص مش هناكلهم، هنمشي من الغابة، سيبنا بقى عظمنا بيتكسر. الذئاب هربت وخدت درس جامد قوي من الأسد سيمبا. يلا اخرجوا من القفص ده بسرعة. راح الأسد سيمبا فتح القفص وخرج الدببة، وبقوا فرحانين قوي وسعدة، وقالوا ان هم هيرجعوا لباباهم بقى، وكانوا في منتهى السعادة. هما كمان اتعلموا الدرس انه هيسمعوا كل كلمة يقولها بابا او ماما، ويسمعوها ويقولوا حاضر كمان.